منين اجى الانحراف ان البعض يشتم؟ منين هذا اجى الانحراف؟ انا اقول لك شوية تنبأ لي. 80 سنة على المنابر الامام امير المؤمنين يشتم، 80 سنة ومو بس على المنابر، وصلت القضية يوقف معاوية بالقنوت يشتم علي بن ابي طالب. يجي عمرو بن العاص يقول مو بس علي، ازودكم الحسن والحسين وامهما فاطمة. زين دول يوقفون يشتمون، ومنابر المسلمين كانت تشتم الامام علي وتشتم منه اصحاب الكساء، تشتم عدل القرآن عدل الكتاب. طيب هذول اللي شتموا 80 سنة، زين اللي هم اللي خلقوا هاي ردة الفعل، خلقوا ردة الفعل، فخلوا واحد افرض يشد فيشتم، لأنه يقول لك أنا أشوف إمامي يشتموه هذا ما يميز، قام يشتم بدافع رد الفعل. مو القرآن الكريم يضع لنا القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل المفسرين يقولون لا تشتموا آلهة المشركين حتى لا يشتمون إلهكم. زين أنت إذا تشتم إمام المتقين، تشتم علي بن أبي طالب، طبعا راح يجي فد واحد جاهل بدافع رد الفعل يشتم. انت خلقتها للمشكلة. هاي نقطة. النقطة الثانية، ذول اللي شتموا 80 سنة شو بعدهم للآن مؤمنين؟ اللي شتموا علي بن طالب بعدك إلى الآن تمر بهم رضوان الله عليه. بعدك إلى الآن تمر به. هذا ليش؟ مو هذا شتم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، شتم علي بن أبي طالب، مزق شمل المسلمين، شو بعدك تترضى عنه وبعد رضوان الله؟ ليش؟ يقول هذا يمكن أن يكون تاب. طيب الثاني هم يمكن أن يكون تاب، ليش بس هذا تاب وذاك ما تاب؟ يعني المسألة أنت ليش تتلعب بأعصاب الآخرين وتخلي الآخرين يطلعون عن الطريق؟ غلط. الله في وحدة المسلمين عندهم مشاعر، عندهم مقاييس. أنت هذا لما أشوفك تعبر عنه مؤمن، يا سيدي هذا ابن حزم، تفضل ابن حزم يجي يقول هذول اللي قتلوا علي بن أبي طالب ناس مجتهدين. شلون؟ يقول هذا بدافع اجتهد فأخطأ، قتل علي بن أبي طالب بدافع اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ يحصل ثواب أجر واحد، فهذا غلط. لكن دول القتلى وعثمان كفر ملعونون. ليش؟ اثنينهم واحد، هذا خليفة وهذا خليفة مثلا، وهذا من قادة المسلمين وهذا من قادة. بس خلي نجي نفترضهم سواء. ليش هنا نجس وهنا نظيف؟ ما أعرف، والنتيجة واحدة. يا أخي هذا كلام. احنا بدل ما نرجع لتاريخنا نرممه نصلحه ننظفه من هالغثاء نجي بس نعطي أحكام بالتكفير؟ لا يا أخي، خلي يصير عندنا معالجات جدية، خلي نعالج وضع المسلمين معالجة جدية. هذول أمانة في أعناقنا. شنو ذنب القاعدة الإسلامية تتحمل هالبلاء من أجل 5-6 منتفعين؟ الله في وحدة المسلمين. نعم هذول شتموا هالقد وبعدهم مؤمنين وبعدهم يترضى عنهم وتلتمس لهم الأعذار. إذا واحد غلط بدافع ردة الفعل وشتم ما نلتمس له عذر. ليش؟ لازم نلتمس الأعذار لهؤلاء ونعتبر أن هاي عملية ردة الفعل وردة الفعل نصلح الغلط. أما أنا أكد لك ترى موضوع الشتم مو من شيم الرجال أبدا مو من شيم الرجال الشتم. ليش؟ لأن الشتم ما يوصلك إلى نتيجة. شنو هي النتيجة اللي وصلك الشتم؟ الواقع الشتم لا يرد لك حق. إذا حقك مأخوذ ما يرجع الشتم. الشتم لا يعيد لك مكانه. الشتم أصلا مو من آداب الإسلام. بالعكس الله عز وجل يأمرنا إحنا أن نكون أكبر من المجازات. حتى إذا واحد شتم